تكوني لسه بتسوي المحشي بتاعك على عين البوتاجاز. تعالي النهارده هنسويه في الفرن وهيطلع معاكي المحشي مستوي جدا. الكوسه هتبقى مستويه، الرز من جوه هيبقى مستوي ومفلفل، مش ناشف ولا محصول ولا معجن ولا اي حاجه من الكلام ده كله. بالعكس بيطلع احلى كتير من ان انتي تسويه على النار وبيبقى ماسك نفسه كده. تعالي نشوف عملناه ازاي مع بعض. بس اول حاجه نصلي ونسلم على رسولنا الكريم ونقول بسم الله. اول حاجه هنا عندي 2 كيلو من الكوسه. انا بجيب الكوسه بيبقى حجمها وسط، لا هي كبيره قوي ولا هي صغيره قوي، وبعدين بغسلها تحت الميه الجاريه كويس جدا، وبعدين بحطها كده في بوله وبحط عليها ميه قدها كده بالظبط، وعليهم ربع كوبايه من الخل. زي ما اتعودتوا كتير معايا انا بحب انقع الخضار بتاعي عشان اعقمه من اي بكتيريا. تمام. في الوقت ده بقى وقت ما انا هنقعها هسيبها منقوعه حوالي 10 دقايق. هضرب عندي في الخلاط حوالي نص كيلو من الطماطم وحوالي كوباية من المية أو أقل كمان، وبعدين هحطهم كده في كسرولة عندي وعليهم معلقة من السكر، وهحطهم على النار لغاية لما يتسبكوا. هاجي بقى للكوسة بتاعتي. انا هنا بجيب الكوسة بقورها، واثناء ما انا بقورها بكون محضرة جنبي بولة فيها مية بملح. مية بملح ملحها مظبوط، ولا هي مالحة ولا هي عدبة. بنقع فيها الكوسة بتاعتي عشان بتخلي طعم الكوسة كده متحدقة وطعمها حلو ومتحيق كده ومظبوط. تمام. خلصت بقى الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى مصفى كده وابتدي اصفي الكوسة بتاعتي من المية المملح دي واحطها على بقها في المصفى دي بحيث تنزل اي مية زيادة منها. تمام. عملت الكمية كلها كده وركنتها على جنب. في الوقت ده بقى هحضر البصل اللي هعمل بيه المحشي بتاعي. عندي هنا بصلتين متوسطين احطهم عندي في الكبة، عليهم معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة كمان من الكمون، نص معلقة من الكزبرة الناشفة، نص معلقة من الفلفل الأسود، نص معلقة 7 بهارات، كمان معلقة صغيرة من النعناع الناشف، معلقة صغيرة من السكر، ربع معلقة صغيرة من القرفة. النعناع والقرفة حقيقي بيفرقوا جدا جدا في طعم المحشي بتاعك أيا كان بالنسبة للخضار. تمام. ضربت بقى البصل مع التوابل دي كلها لغاية لما نعموا، وبعدين جبت كوباية من الرز غسلتها كويس قوي، وبعدين صفيتها ونزلت عليها بقى بالصلصة بتاعتي اللي انا سبكتها. نزلت عليها كمان بخليط البصل مع التوابل اللي ضربته في الكبة. نزلت عليها كمان بالخضرة اللي عندي هنا ده شبت كان فروزن عندي حوالي حزمة، وكمان حزمة من البقدونس وحزمة من الكزبرة برضو كانوا فروزن عندي. نزلت عليهم كمان بربع كوباية من الزيت النباتي. هقلب بقى كل ده مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده لغاية لما يمتزجوا تماما. زي ما انتوا شايفين هظبط بقى الملح بتاعي وهديها كده رشة من الشطة عشان تطلع كده مشطشطة وطعمها حلو. الخلطة زي ما انتوا شايفين مش مميمية ولا منزلة مية ولا اي حاجة من الكلام ده كله. هركن بقى الخلطة بتاعت المحشي على جنب زي ما انتوا شايفين، وهحضر الصينية اللي هحط فيها المحشي بتاعي. عندي هنا صينية فرن جبتها فرشت فيها اوراق الخضرة اللي قلتلكوا كتير اني بحتفظ بيه مش برميه، بحطه عندي في الفريزر وبحطه كده في ارضية صواني المحشي ايا كان بقى كرنب او خضار بحطه. ما بحبش بصراحة اهدر بصل وطماطم وفلفل والكلام ده كله. فاوراق الخضره دي بصراحه بتدي ريحه حلوه جدا، وفي نفس الوقت بعد ما بخلص الطبخه بتاعتي انا كده كده برميهم. تمام. هبتدي بقى احشي الكوسه بتاعتي. بحشي الكوسايه بتاعتي لغايه 3 ارباعها بس. تمام. وزي ما انتوا شايفين كده بحشي، وبعدين بديها كده خبطتين على البوله اللي انا شغاله فيها او برجها كده بحيث اعرف مستوى الرز وصل لفين. بوصل لغايه 3 ارباع الكوسايه واسيب الربع اللي باقي عشان الرز لما يستوي ينفش ما يطلعليش بره ويبهدل لي الصينيه بتاعتي. اهم حاجه انضف كمان المحشي بتاعي من بره. عملت بقى الكميه بتاعت المحشي كلها زي ما انتوا شايفين كده ورصيتها في الصينيه. كان عندي بقى شوربه فراخ مجمده في الفريزر، فكيت التجميد بتاعها وغليتها على النار وابتديت اسقي بيها المحشي بتاعي. يا دوب الشوربه توصل لغايه نص المحشي بتاعي، مش بغطي المحشي خالص بالشوربه، كده كده هي في الفرن هتنزل ميه. واهم حاجه اغطيه يا اما بفويل يا اما بغطا. انا ما كانش عندي فويل فغطيته بغطا. وبتدخل فرن ساخن مسبقا 180 رف اوسط، وبياخد معايا في الفرن حوالي ساعه. تمام. وبعدين بطلعه بيطلع بالشكل ده. يا رب تجربوه يعجبكم وبألف هنا.